طبعا احنا عارفين مع بداية فصل الشتاء بيبدأ الكسل والخمول يلازمنا، وكمان في فصل الشتاء شهيتك في الأكل بتبقى عالية، وده معناه إنك أكيد بتاكل فيه أكتر من احتياجاتك اليومية، فبالتأكيد سعراتك الحرارية بتزيد، ودي أكبر غلطة كلنا بنقع فيها، وللأسف الشديد احنا ما بنستغلش وقت الشتاء صح، وبالتالي هيدخل علينا فصل الصيف واحنا شكلنا وجسمنا غير راضيين عنه. طب ايه اللي المفروض نعمله عشان نستغل وقت الشتاء ده صح؟ كمل معايا الفيديو للآخر عشان أقول لك إزاي تستغل فيه وقت الشتاء صح. هو ليه فصل الشتاء من افضل الفصول اللي تقدر تبني فيها عضلات؟ عشان معدل الحرق بيكون اعلى في الشتاء، فمن السهل الانتظام على الدايت، ويعتبر كمان الوقت المناسب للضخامه العضليه، وكمان بيعتبر وقت التجهيز لفورمه الصيف. طب ايه هي فوائد ممارسه الرياضه في فصل الشتاء؟ الجسم في الوقت ده بيفرز هرمونات طبيعيه عشان يديك الاحساس بالدفء طول اليوم، وتزود عندك معدل الحرق، وده بيزيد اثناء ممارسه الرياضه. ممارسه الرياضه في الشتاء بتزود من معدل حرق الدهون في جسمك، وكمان بتقوي المناعه وبتمد جسمك بالطاقه، فجسمك في الوقت ده بيقاوم امراض الشتاء والبرد بشكل عام. التمرين في فصل الشتاء بيفك من صلابه المفاصل وتقلص العضلات، ودي لو انت خدت بالك منها ما بتحصلش معاك الا في فصل الشتاء، وده بسبب ضيق مجال الحركه وانخفاض النشاط اليومي. التمرين في فصل الشتاء بيساعد على هدوء الاعصاب، وبيساعد على النوم بعمق وتدفئه الجسم، فبيمنعك من الاكتئاب والتعب النفسي. في هرمون بيقل انتاجه في فصل الشتاء اسمه الاندروفين، والهرمون ده مسبب للسعاده، وعشان تعوضه تداوم على ممارسه الرياضه في فصل الشتاء. الاحماء في فصل الشتاء بياخد وقت اطول شويه عن وقت الصيف، عشان في الوقت ده درجه حراره جسمك اقل من وقت الصيف، ويفضل في الوقت ده تكون فتره التسخين على الاقل 10 دقائق. اما بالنسبه للحمل التدريبي في الوقت ده يفضل ان انت تكون راحتك بين المجموعات من دقيقه لدقيقه ونص عشان جسمك ما يبردش. لو جينا اتكلمنا عن التغذيه في فصل الشتاء، كتير من الناس فاكرين ان فصل الشتاء ده فتره راحه ليهم من البرامج الغذائيه، فتبص تلاقيهم في الوقت ده بياكلوا كل حاجه لان شهيتهم في الوقت ده بتكون اكتر، فتبص تلاقيه بياكل كارب بكميات ودهون وسكريات، فكل ده غلط. لازم عشان تكون ناجح في تمرينك لازم تعمل معادله ما بين التمرين وما بين التغذيه، ما ينفعش يبقى تمرينك كويس والتغذيه بتاعتك صفر. لازم تكون دارس كل حاجه في نظامك الغذائي، وتدخل كل العناصر الغذائيه الكامله المحسوبه لجسمك، من كارب لبروتين لدهون لفيتامينز لمعادن، لانك لو ما عملتش كل ده هيأثر عليك بالسلب. اما بالنسبه للتمرين مفيش حاجه اسمها تمارين في فصل الشتاء وتمارين في فصل الصيف، التمرين لكل الفصول، لكن بيتغير فيه الحمل، الراحه، الشده. اما بالنسبه لعدد ايام التمرين في الاسبوع من 4 ايام ل 6 ايام في الاسبوع كحد اقصى. وبكده نكون انتهينا من حلقه النهارده. ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس. كان معاكم الكابتن عمرو فليكس. السلام عليكم.